بلغ الترجي التونسي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما جدد فوزه إيابا على مستضيفه الأهلي ب3 أهداف لهدفين. الترجي كان قد فاز ذهابا بهدف من دون رد. التفكير في التأهل يجبرك على البحث في جميع الاتجاهات عن أقرب طريق، وفي الوقت ذاته تنتظر من الجميع أن يسمعك. الأهلي لا يريد التواري، يريد الانتعاش بلقب جديد، يريد استعادة مجده. الترجي التونسي له التفكير ذاته، أنجز نصف المهمة ذهابا ويريد القفز على جميع التوقعات. قف وانتظر كان الشعار المشترك بين المدربين، كل منهما ينتظر اهتزاز الشباك. الأهلي كان قريبا ودفاع الترجي أفقد الأمنية معناها. توالت بعدها أماني التدارك عند الأهلي وتوالت معها الهجمات. القائد تريزيجي أعاد فريقه إلى خط الانطلاق بتسجيله هدفا عادل به نتيجة المباراتين. الترجي والأهلي أصبحا في نفس المربع باتجاه التأهل. حاول أصحاب الأرض التقدم بخطوة، الأمر لم يكن متاحا، وبقي الأمر على الحالة نفسها أمام ثبات الحارس بن سعيد في التدخلات. شعر بوميل بالارتياح والقلق في الوقت نفسه. من أزاح عنه مؤقتا الشعور بالارتباك هو الحارس بن سعيد الذي كان قارئا بارعا لمسار تسديدات قائد أصحاب الأرض تريزيجي الذي اعترته الحيرة بسبب المنافذ المسدودة. ورغم المحاولات الحثيثة للبحث عنها بكل الطرق، برهن بن سعيد مجددا أمام تريزيجي بأنه نصف الفريق بل دفاع بأكمله. أمام وجه حمل الابتسامة للهجمة والدهشة للتصدي، تمدد مكوث هذه الدهشة عند لاعبي الأهلي وتواصلت عند مدربهم. السبب واحد، الحارس بن سعيد كان فارقا في تدخلاته. غابت الحلول أمام بن سعيد وحضرت الحيرة المتمددة، وأصبحت أكثر اتساعا بعد أن ظهر دانهو في الوقت الحرج مسددا، والحارس شوبير أزال الخوف مؤقتا، لكنه بقي عند المدرب جيس في جميع الوضعيات. فهناك من يقوده إحساسه لما سيحصل، والذي حصل أن دانهو عدل النتيجة وتقدم بالترجي خطوتين نحو التأهل. دانهو فرح كمن سجل هدف الانتصار. لم يكن الوقوف بعدها انتظار، لقد كان الوقوف بسبب الوضعية الصعبة في الوقت الحرج، وضعية دخلت مرحلة التعقيد بعد أن تحصل الترجي على ركلة جزاء أعلنها الحكم صريحة. اختلفت الأحاسيس عند المدربين، ركز توغاي على هدفه ووقت التنفيذ أصابه، وجد المكان المؤدي للمربع الذهبي. بوميل غاب وظهر وقت الحقيقة، والواقع الذي تلا لم يغير شيئا. هدف مروان عثمان بمساعدة من الجلاصي منح جزءا من أمل ضئيل، لكن الجلاصي ظهر في مكان آخر بعيدا عن مرماه، ظهر مدونا هدف الانتصار، هدف لامس التاريخ، وعليه انتهت المباراة وانتهى مشوار الأهلي على أرضه. الترجي ارتدى الواقعية ثوبا لمقابلة التأهل.